بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد من اعرف دواءك. النهاردة بإذن الله هتكلم عن أخطاء شائعة ومحاذير يجب إنه يعرفها أي حد بيستخدم كريم كليوباترا، وبالذات السيدات، لأن في فئة كبيرة جدا بتستخدمه ظنا منهم انه بيساعد في تفتيح البشرة. هو مضاد للالتهاب وبيقلل الحكة والحساسية والإكزيما والصدفية والكلام ده. فلما بيقلل الكلام ده بيظهر نوع من الإشراقة كده في البشرة، فالناس بتفتكر انه هو للتفتيح. ومش هنتناقش في الحتة دي، لأن اللي بتستخدمه للتفتيح وفتح معاها والله ما يجيب، لا ما تحلف لها على المية تجمد إنه مش بتاع تفتيح، فهتصدق لا هتستمر في استخدامه. تمام. لكن أنا عشان أكون يعني حسيت إن فدت حضراتكم هتكلم عن المحاذير المهمة اللي يجب واللي ما ينفعش حضرتك او حضرتك ما تحطهاش في الحسبان. تمام. بداية، لو انت اول مرة تشوف فيديوهات عندي او تسمعني، اتمنى انك انت ما تبخلش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان القناة كده تكبر وافيدكم اكتر ان شاء الله تعالى، وافرغ نفسي لهذا الموضوع، وباذن الله المعلومات موثقة وصحيحة جدا وشرح يصل لاي حد. نبدا بسم الله. كريم كليوباترا يا جماعه اصلا لعلاج موضعي للالتهابات والحساسيه والحكه والاكزيما والصدفيه، كريم كورتيزون بالبلدي كده او كورتيكوستيرويد. تمام. برضو في بعض المواد اللي غير نشطه، فلو حد هيستخدمه اول مره يجب انه هو يعمل له اختبار على ايده، ودي لاي كريم مش كريم كليوباترا بس، يشوف عنده حساسيه ولا لا منه، هل بشرته تستحمله ولا لا. تمام. الأطفال أقل من 12 سنة ما ينفعش، يفضل إن احنا ما نستخدمهوش أو يستخدم تحت إشراف الطبيب أو الصيدلاني، بحيث نعرف الكمية بالذات، لأن في حاجات دلوقتي هقولها لحضراتكم مهمة جدا عن كريم كليوباترا ممكن ما تخطرش على بال حضرتك. الناس اللي عندها حب الشباب يا ريت تستخدمه بحذر وبالجرعة المعتادة، وما ينفعش تستخدمه من نفسها وعلى، لو في حباية مفتوحة أو الناس اللي بتلعب في الحبوب بتاعتها وبعد كده الحباية حست إنها فضتها وتيجي تروح مستخدمة كريم كليوباترا، الحباية دي هتسود إلى الأبد وهيبقى شيلتها صعبة جدا. تمام. ليه؟ لأنه هو زيه زي أي كريم كورتيزون ينطبق عليه المواصفات العلمية، اللي هو ما ينفعش يستخدم مع جرح مفتوح، بيقلل التئام الجرح، وفتح الحباية بإيدك أو بإيدك يعتبر نوع من أنواع الجروح. تمام. الجروح العادية ما ينفعش يستخدم فيها. لو أنت عندك ضعف تخيل في الدورة الدموية، يفضل انك ما تستخدمهوش. يعني في مشكلة عندك في الدم في الدورة الدموية تحديدا، ما ينفعش حضرتك تستخدميه او حضرتك تستخدمه. ما تقولش ده كريم موضعي، لا ده بيخش وبيخترق الجلد وبيخش في تيار الدم، والمكونات اللي فيه دخلت الجسم زي ما كأنك حضرتك بلعتها بالملي، بل احيانا بتكون اخطر. تمام. الوردية، في مرض اسمه الوردية أو التهابات الجلد حوالين الفم، ده ما ينفعش نستخدمه فيه خالص. أيضا لو حضرتك هتعمل جراحة أو في أي عملية جراحية أو أي إجراء جراحي عند دكتور الأسنان، يفضل ما تكونش مستخدم كليوباترا كريم، وتظبط مع دكتور الأسنان أو الصيدلي إنك تتوقف منه. لو مريض سكر ما يستخدمهوش خاصة على الجروح. لو بتستخدم أدوية بتقلل نشاط الجهاز المناعي، فيفضل أيضا إن احنا ما نستخدمهوش، عشان هو جوه الدم بيقلل الجهاز المناعي. كذلك لو في مشكلة في الجهاز المناعي يفضل ما نستخدمش كريم كليوباترا. دي كانت أهم المعلومات عن كريم كليوباترا، والمعلومات الصحيحة الموثقة عنه. لو عجبك الفيديو
يعني اضغط اعجاب، وايضا لو ما عجبكش اضغط اعجاب، وما تبخلش عليها بالاشتراك في القناة، لان القناة دي ان شاء الله بتحلم انها تكون مصدر رزق للمريض الغلبان، وتساهم مع اهل الخير في تبرعاتهم لإجراء العمليات اللي بتحتاج إلى سيولة مالية. فإحنا عشان أكون صريح مع حضراتكم وبحب أحكي مع متابعيني هذا الكلام، ولو عندي أي خطأ في أي شيء يا ريت تساعدوني وتحطوني على الطريق الصواب. ما تبخلش بالاشتراك في القناة. أيضا أنا عشمان أكتر إنك أنت تتصل باصحابك ان كان ده ممكن. انا ما احبش اكون يعني سبب لتعطيل اي حد. انا بطلب من حضرتك او من حضرتك انك انت تطلبي ناس تشترك في القناة وتشوفوا الفيديو بهدوء وبتركيز، او 5 دقائق والله بالظبط يعتبر، يعني ما كملناش، وقلنا اهم المعلومات وبشرح مميز. ولو في اي سؤال يعني حطوا لنا في التعليقات. فيا ريت بجد يعني تشوفوا الفيديو للنهاية، ربما حتى يكون عندي أنا خطأ تصلحوه أو أصلحه وأبحث عن الحقيقة فيه. وما تبخلوش إنكم تدعوا للمشتركين في القناة للهدف اللي قلته لحضراتكم. أخوكم يوسف الأنصاري صيدلي، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.